اما بقى انا جبت لك فكره عبقريه للبطاطس، هنعملها على شكل مركب بالشكل القمر اللي انت شايفاه قدامك ده. شكل جديد بمكونات كلها موجوده في بيتك وبطريقه سهله جدا، وهتعمليها وطعمها هيبقى فعلا خيالي. ولادك لما يدوقوها مش هياكلوا غيرها خالص. لو انت اول مره تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. هنجيب اول حاجه عندنا 3 حبات من البطاطس كبار. هنسلقهم، نقشرهم الاول ونسلقهم في ميه سخنه عليها نص معلقه ملح. تسلقيهم بس تسلقيهم سلقه كويسه جدا. وبعد ما تسلقيهم هتحطيهم في اناء، وبعدين تحطي عليها مكعب زبده، مكعب حلو كده ما تبخليش عليها. وابداي انك اهرسي البطاطس وانزلي عليها بكوبايه من اللبن، وابداي قلبي المكونات دي لحد ما تبقى عندي خليط سايل شويه. هو طبعا الخليط هيبقى ماسك نفسه بس يكون سايل شويه زي ما انت شايفاه كده بالظبط. هنرش عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهنرش عليها شوية من الجبنة الموتزاريلا، وده اختياري. خلصنا كده وقلبناها، هنركنها كده على جنب وهنعمل لها بقى تعصيجة لحمة تحفة. هنجيب مكعب زبدة عليها شوية من الزيت في طاسة على النار، هنضيف عليهم بصلاية متوسطة تكون متقطعة قطع صغيرة، عليها نص كيلو من اللحمة المفرومة. وهنبدأ ان احنا نقلب الكلام الجميل ده مع بعضه، وهنرش عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، وعليها رشة قرفة بسيطة، وعليها رشة جوز الطيب بسيطة برضو. بس هي هتديها طعم حلو جدا وهتخلي الطعم في حتة تانية. جربي تعصيجة اللحمة ديت في اي حاجة واي حشوة انت بتعمليها، بجد هتفرق معاكي خالص. هنبدأ ان احنا نقلب اللحمة لحد ما تدخل في السوا. واول ما تبدأ تدخل في السوا هنزل عليها بحبايتين من الفلفل الاخضر. عايزة تحطي فلفل الوان براحتك، قطعي قطع صغيرة. عليها طماطميتين صغيرين متقطعين مكعبات صغيرة. ابدأي انك انت قلبي الكلام دوت، بس ده بعد ما اللحمة تستوي. هننزل عليهم بمعلقة صلصة كبيرة. اللحمة لما بتحط عليها معلقة من الصلصة بتخلي الصلصة طعمها حلو جدا وبتخليها طرية جدا. هتبدأي دلوقتي تجيبي ورق زبدة وهتربطيه من ناحيتين. هتعمليه الأول على شكل مروحة، وبعد كده هتربطيه من الناحيتين كده بدبارة او بأي حاجة موجودة عندك، عشان نبدأ ان احنا نعملها على شكل مركب. ونضيف فيها بقى اول حاجة البطاطس اللي احنا عملناها بالزبدة وباللبن اللي طعمها فعلا خيالي. وبعد كده هننزل عليها باللحمة اللي احنا عصجناها، وهننزل على الوش بشوية جبنة موتزاريلا. هندخلهم الفرن على رف اوسط، وهنقيد عليها من تحت ومن فوق الاتنين مع بعض. واول ما الوش يبدأ يتحمر معايا هتكون استوت معاكي. لو حسيتي ان هي جوسي شوية او يعني تحسي ان القوام بتاعها خفيف شويه، سيبيها تبرد. اول ما هتبرد خلاص القوام ده هيمسك نفسه وهتبقى حلوه جدا جدا جدا. دي بعد ما طلعت من الفرن، شكلها يا جماعة ولا طعمها وطريقة التقديم جديدة جدا من نوعها. جربوها هتعجبكم جدا، وطعمها فعلا مختلف غير اللي احنا بنعملها في طاجن او في صينية. لا كانت خطيرة بجد. والكمية اللي بقت معايا انا عملتهم في طواجن زي اللي انتوا هتشوفوهم برضو دلوقتي. جربي الطريقة بتاعت البطاطس ديت، فكرة فعلا عبقرية خطيرة بجد. شغل زي الولاد بياكلوه في المطاعم كده، اي مكان بناكلها بره فيه. فعلا شكلها جديد ومختلف وطعمها حلو جدا. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنسيش تسيبي كومنت حلو زي كده بالظبط.